اختفى الداعية ذاكر نايك، ولماذا حكمت عليها الهند بالإعدام؟ ذاكر عبد الكريم نايك طبيب وجراح هندي دخل طبيب وجراح هندي درس مقارنة الأديان. يشتهر ذاكر عبد الكريم نايك بقوة حفظه للقرآن والإنجيل والتوراة والزبور وكتب الهندوس وجميع كتب الأديان. على العموم ذاكر عبد الكريم نايك حكمت عليها الهند بالإعدام وغسيل الأموال والتحرض ضد الإرهاب، وهذا هو السبب لأنه ذاكر عبد الكريم نايك كان يسلم على أيادي العديد من الناس. الآلاف من الناس كانوا يسلمون على يد الداعية ذاكر عبد الكريم نايك. ذاكر عبد الكريم نايك حكمت عليها الهند بالاتهام فهرب منها ومنعته حتى احتوال من دخول إلى أراضيها، حتى أن بريطانيا حكمت عليه أن عدم الدخول، منعته من دخول أراضيها، حتى أن قدمت الهند إلى الانتربول الماليزي باعتقال ذاكر عبد الكريم نايك. ذاكر عبد الكريم نايك رفض الانتربول اعتقال ذاكر عبد الكريم نايك لعدم استناده إلى جرائم صحيحة ومثبتة، لأنهم اتهموه بغسيل الأموال وهو طبيب وجراح هندي. اتهمته بالتحريض ضد الإرهاب. لم يجدوا ولا أي دليل، حتى أنه دليل واحد فقط يثبت عندك غسيل أموال أو التحريض أو فيديو تحريض ضد الإرهاب. ذاكر عبد الكريم نايك منعتها السريلانك من دخول أراضيها. ذاكر عبد الكريم نايك حتى أن العاصمة البرتغالية حصل وسط العاصمة البرتغالية انفجار. صرحت العاصمة البرتغالية بأن أحد المتابعين لقناة ذاكر عبد الكريم نايك إنه الذي سوى الانفجار، وهو من أحد متابعين القناة. على العموم ذاكر عبد الكريم نايك أسس قناة واسمها السلام تبث باللغة الإنجليزية. ذاكر عبد الكريم نايك في ماليزيا، ومنعتها الحكومة الماليزية من ممارسة نشاطها الدعوي، لأن هناك البوذيين شنوا على حملات إعلامية قوية جدا جدا، من ما أنه قالوا أنه يحرض ضد الانقسام العرقي، وذلك منعته الحكومة الماليزية من عدم ممارسة نشاطها الدعوي.